ازيكم يا حلوين؟ شفتوا الخروف الاسرائيلي وهو بيشاور لكم على النفق؟ شفتوه هو داخل؟ ما ينفعش يخش النفق، بس هو بعد كده راح لكم على حته قال لكم دي المستشفى من جوه، وفيها يا عيني شويه اسلحه اقل من اللي كانت القوات المصريه بتجيبها من كمين واحد في سينا لما بيروحوا على الارهابيين. مبدئيا انا النهارده هقول لك ازاي تعمل نفق في بيتك. انا مش بهزر والله. ازاي تعمل النفق في البيت وتاخده معاك اي حته وتقول النفق ده معمول هنا؟ اقسم بالله ما بهزر. اول حاجه بتجيب برميل، حبل، تلونه من بره او مش مهم، هو كده كده هيبقى غاطس في الارض. تجيب بقى اللي هو اللزق اللي يبان ان ده طوب، مهم قوي ده، خلي بالك. وبعدين هو بص طوب بس مش غويط برضه يا ابني، هيبقى نفق، اصبر. تجيب بقى ازاز كده وتعملها زي مرايه، تمام، باينه، اضاءه لان طبعا وانت نازل النفق لازم لك اضاءه، يعني معروفه الف ب. تعمل السلم بشكل بسيط كده يبين لك ان في، عارف، في حاجه غلط. والحبل، وتقوم عامل حاجات كده عشان تعمل زي مرايه، حاجه تبقى عاكسه. عملت المرايه بتاعتك لونته من بره زي الارض كده بحيث ان حروفه ما تبانش لما يغطس، تبص فيه بعد كده ده نفق. هم بقى بينزلوا من هنا، اقول لك بينزلوا من هنا وبيطلعوا فين؟